رتبة الأناغنوستيس أو رتبة الأغنسطس جات منين وإيه أصل الكلمة؟ إيه الشروط اللي يتقدم لنوال النعمة دي؟ إيه وظايفه في الكنيسة؟ إيه اللي بيتم في الرسامة وليه بيتم؟ يعني مثلا ليه بيتم قص شعره؟ ليه بيتم قص شعره 5 مرات؟ ليه الأسقف لازم يسأل في وقت الرسامة الشعب والكنيسة هل أنتم موافقين إنه ده يبقى رتبة أغنسطس ولا لأ؟ كل الحاجات دي هنعرفها في الحلقة الرابعة من سلسلة حلقات أنا شماس. انزل اعمل لايك شير في القناة وفعل الجرس ويلا بينا نعرف أنا أغنسطيس. أناغنوستيس هي عبارة عن كلمة يونانية مكونة من مقطعين، المقطع الأول أناغنوس ومعناه فصل أو رسالة، أو المقطع التاني تيس ومعناه المنسوب إليه. أما لو جمعنا المقطعين مع بعض هيدينا كلمة أناغنوستيس واللي معناها الفصل المنسوب إليه أو قارئ الفصل المنسوب إليه أو قارئ الرسائل، واللي معناها القارئ. يعني رتبة أغنسطس هي القارئ اللي موجود في رتب الشمامسة. قبل ما أكلمك عن رتبة الأغنسطس أو الأغنسطس لازم تعرف إيه هي الشروط المطلوبة أو اللي لازم تتوفر في المتقدم لنوال النعمة دي أو في اللي الكنيسة بتختاره عشان يبقى أغنسطس في الكنيسة. والشروط دي طبقا لكتاب الشمامسة والشماسات للأنبا متاوس أسقف ورئيس دير السوريان، وكمان كتاب الكنيسة البهية وألحانها الشجية للإبيزياكون. الشرط الأول أن لا يقل سن المتقدم لنوال النعمة عن 18 سنة. الشرط الثاني أن يزكى المتقدم من الكهنة ومن الشعب أو من الأسقف قبل التقدم لنوال النعمة. الشرط الثالث إنه يكون مشهود لي من الجميع بأعماله الصالحة وبأخلاقه في المجتمع وفي الكنيسة. الشرط الرابع هو إنه يجرب ويختبر على القراية في الكتاب المقدس، ولازم يكون بيقرأ بطلاقة، مش بس القراية لمجرد إنه حد هيقرأ، لكن القراية ويكون فاهم القراءات اللي موجودة في الكتاب المقدس. يعني باختصار يكون ملم بأسفار الكتاب المقدس عشان يبقى فاهم هو بيقرأ إيه، ويخرج المعاني والكلمات بمعناها المطلوب أو معناها اللي موجود في الكتاب المقدس. طبعا لازم يكون مستعد إنه يخدم في الكنيسة، وده لأن الأغنسطس هي أولى رتب الكهنوت، وقلنا أولى رتب الخدمة. الكلام ده قلناه في حلقة البدرشيد، ممكن ترجع لها بعد كده. أن يكون متواضع غير متباهي بصوته أو بقراءته أو بعمله في الكنيسة. آخر حاجة وأهم حاجة إنه يكون مواظب على الكنيسة وحضور قداساتها وحضور صلواتها. رتبة الأغنسطس بيتم الرسامة فيها عن طريق قص الشعر، مش عن طريق وضع اليد زي رتبة الإبسلطس. وقص الشعر ده بيكون ليه طريقة معينة، وهو عبارة عن 5 قصات على رأس المتقدم، وخلال ال5 قصات بيتم ذكر الثالوث القدوس. ال5 قصات بيرمزوا ل5 جراحات السيد المسيح. أما ليه بيذكر الثالوث القدوس في كل قصة اللي بتبقى على شكل صليب؟ ده لأنه عايز يأكد إنه النعم والمواهب اللي موجودة في الكنيسة بتكون عن طريق الثالوث القدوس. أما فكرة قص الشعر بحد ذاتها فهي دليل على قطع العادات الرديئة والأفكار الشريرة من المتقدم لنوال نعمة الأغنسطس عشان يبدأ في خدمة الكنيسة وخدمة شعب الكنيسة. نيجي للحاجة التانية الملفتة في طقس رسامة الأغنسطس، وهي إنه الأب الأسقف بيسأل الشعب هل المتقدم ده مستحق لنوال نعمة الأغنسطس. والسؤال ده مهم جدًا لأنه بيعتبر شهادة أو برهان أمام الله والكنيسة على كفاءة المتقدم لنوال نعمة الأغنسطس. والسؤال ده أو الكلام ده بيتم بناءً على الآية اللي وردت في رسالة معلمنا بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس في الرسالة التانية، بالتحديد في الإصحاح التاني آية 2. الآية بتقول: "وما سمعته مني بشهود كثيرين أودعه أناس أمناء يكونون أكفاء يعلموا آخرين أيضًا". أهم حاجة في طقس الرسامة بعد الرسامة بيكون في جزء الخاص بالوصية، والوصية دي بيقرأها الأسقف أو كبير الكهنة اللي حاضر الرسامة، بيقرأها على المتقدمين لنوال النعمة أو على اللي خلاص اترشموا. الوصية دي مهمة جدا لكل أغنسطس يبقى عارفها. هسيبها لكم في آخر الحلقة خالص عشان لو حابب تقرأها وتذكر نفسك بيها وواجباتك والوصية اللي وصيتك الكنيسة عليها أثناء أخذ رتبة الأغنسطس. نرجع بقى تاني خلاص بعد ما تمت الرسامة، خلاص عايزين بقى نعرف الشخص اللي اترسم ده أو اللي حصل على نعمة الأغنسطس إيه وظايفه في الكنيسة، والكنيسة طالبة منه إيه يعمله
بالإضافة للي كان بيعمله في رتبة الإبسلطس. أول حاجة هي جاية من اسم الرتبة نفسها، الأغنسطس هو القارئ، فبالتالي الأغنسطس هو الشخص المنوب بقراءة اللغة القبطية واللغة العربية على المنجليتين البحرية والقبلية. هو لازم يكون هو المسؤول عن قراءة القراءات سواء بالقبطي أو باللغة العربية، ويقرأها بإتقان عشان يقدر يفهمها الشعب ويقدر يوصل رسالة ربنا كل يوم للشعب اللي قدامه. وبعد قراءة الرسائل لازم يسجد القارئ أمام الهيكل ويقبل صليب وإيد الأب الكاهن، وده بيدل على تواضعه وعدم افتخاره بصوته أو بقرايته للرسائل. أما الوظيفة التانية في الكنيسة فهي حفظ وترتيل الألحان في كل مناسبات الكنيسة، ودي وظيفة المرتل اللي هو الإبسالتوس، لكن أكيد هتبقى أكبر شوية وبتضم مجموع أكبر من الألحان، بالنيابة إن هو خلاص ارتقى في الرتبة، فبالتالي لازم يبقى ملم بعدد كبير من ألحان الكنيسة ومتقنها في الترتيل. الحاجة التالتة وهو تلاوة أسامي الآباء البطاركة بعد مرض القارئون اللي بيتقال بعد المجمع. وفي الحقيقة ده كان تقليد كان قديم في الكنيسة، إن كان بيبقى فيه لوح في المسبح عليه كل أسامي البطاركة اللي تنيحوا، والمفروض إنه بعد مرض القارئون الشماس الأغنسطس أو القارئ بيروح يقرأ كل أسامي الآباء البطاركة عشان يذكروا في الترحيم. الطقس ده مش موجود دلوقتي، لكن ممكن أن تقرأ سرًا بعد مرض القارئون. الحاجة الرابعة والأخيرة إنه يعظ ويخدم الشعب، ورتبة الأغنسطس هي رتبة بإمكانها الوعظ ولكن بعد أخذ الإذن من الأسقف أو من الكاهن اللي موجود في الكنيسة. آخر حاجة موجودة في حلقتنا النهاردة إنه الأغنوسوس لو متزوج وتوفت زوجته بيقدر إنه يتزوج زوجة تانية، والأوبشن ده أو الحاجة دي مش موجودة في الرتب الشموسية اللي فوق الأغنوستوس. أشوفكم الحلقة الجاية، متنساش تشوف الوصية في آخر الحلقة، متنساش تشوف بقية حلقات السلسلة. استنونا الحلقة الجاية مع رتبة جديدة، وأنا شماس.